يكتشف البروفيسور نيك كاتر وفريقه شذوذات زمنية تسمح لمخلوقات عصور ما قبل التاريخ بالظهور في الحاضر، ويعملون على احتوائها وفهم أسبابها، بينما يسعى كاتر سراً للعثور على زوجته المفقودة هيلين التي تعيش في الماضي. اليوم سنلخص أول 3 حلقات من الموسم الأول لمسلسل برايميفال. في موقف سيارات أزدا يظهر وحش من الغابة مما يدفع امرأة للهرب والاختباء. تطلب المرأة المساعدة، لكن العامل في المتجر يتجاهلها وتهرب إلى موقف السيارات، حيث يبدأ المخلوق برمي السيارات، وينتهي الأمر بهروب المرأة إلى الغابة وزئير المخلوق خلفها. بعد 8 سنوات زار البروفيسور نيك كاتر ومساعده ستيفن هارت جامعة سنترال متروبوليتان، حيث التقيا بالطالب كونور تيمبل. رفض كاتر أطروحة كونور عن نقل الكائنات الحية بواسطة كائنات فضائية، وعرض كونور مقالاً عن رؤية وحش عملاق في غابة دين، مما دفع كاتر وستيفن للتحقيق معه. في حديقة ويلينغتون تحاول أبي ميتلاند تشجيع سحليتان على التزاوج. يصل تيم باركر رئيس أبي ويخبرها بضرورة تقليص برنامج الزواحف بسبب انسحاب الداعمين له. يرن هاتف تيم وتسقط أوراقه لتلتقطها أبي، وترى طلباً من الطفل بين ترينت للإمساك بسحلية وجدها، وتعرض أبي التعامل مع الأمر لصالح تيم. توجه كاتر والآخرون إلى موقع رؤية المخلوق، يتحدثون مع الحارس ديف جرين الذي رأى المخلوق على الشاشة، وستيفن يجد دماء على الشاحنة، ويذكر حادثة اختفاء هيلين زوجة كاتر قبل 8 سنوات في نفس المنطقة. تذهب أبي لمنزل بين لتكتشف أن السحلية التي وجدها قد تكون نوعاً جديداً، وتطلب منه أن يأخذها إلى المكان الذي وجد فيها الزاحف. يذهبون للغابة حيث يجدون بقرة ميتة معلقة على شجرة، ويسمعون زئيراً. عندها يهرب الطفل ويجد بوابة زمنية، وعندما ينظر من خلالها يرى منظراً صحراوياً مع العديد من السحال الطائرة. يهرب بين عبر الغابة إلى سياج خشبي ويجرح إصبعه ويسرع إلى منزله، حيث يحجز نفسه في غرفة نومه. يحطم النافذة مخلوق يشبه الديناصورات ويحاول مهاجمة الطفل. يحاول بين صد المخلوق باستخدام الألعاب والأشياء المتاحة، وعندما يقذفه بكرة البلازما ينسحب الوحش. تتقدم آبي عبر الشجيرات باتجاه السحلية. عندها ترى مخلوقا يشبه الديناصورات، مما يترك آبي مصدومة مما رأته للتو. في فندق إدينغتون هوتيل كان كاتر يتناول مشروبا ويفكر في هيلين. تقدم امرأة نفسها لكاتر على أنها كلوديا براون، وتكشف أنها موجودة هنا أيضا بسبب رؤية المخلوق، وتطلب من كاتر مساعدتها من أن المخلوق مجرد خدعة. وعندما وصل كاتر وكلوديا لباقي المجموعة، يقدم كاتر كونور وستيفن إلى كلوديا، وعندما يعلم كونور أن كلوديا مسؤولة حكومية يصبح مقتنعا بتستر الحكومة على هجوم المخلوق. ثم ركب الأربعة السيارة للتوجه والتحقيق، بينما شعرت آبي بالذعر لكنها تهدأ عندما وصل كاتر والآخرون. وبينما كان الجميع يحدقون بالمخلوق برهبة، نظر كاتر بدهشة إلى المخلوق وفحص جسمه. كان كونور سعيدا بالاكتشاف والتقط صورة له باستخدام هاتفه، ولكن سحبت كلوديا الهاتف منه وأخبرته أن الاكتشاف يجب أن يبقى سريا. ثم خرج ريكس السحلية من مخبئه وتوجه نحو كاتر وستيفن اللذين كانا يحدقان به في رهبة. اتصلت كلوديا وطلبت إرسال شخص ما للتعامل مع المخلوق. عندما عاد كاتر وآبي وكلوديا إلى منزل بين، بدأ كاتر بفحص الأضرار. والدة بين مقتنعة أن بين هو من تسبب في الضرر، وعلى الرغم من محاولات بين شرح أن المتسبب بهذا هو المفترس، وبدأ بين في شرح المناظر التي رآها والتي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ولكن لم يصدقه الآخرون إلا كاتر. أخبرت كلوديا آبي بأن الاحتفاظ بالسر هو الأفضل، وأنهما سيتعين عليهما التوقيع على قانون الأسرار الرسمية. وعبر كاتر عن شكوكه بأن المخلوق الذي يشبه السلحفاة لم يكن المسؤول عن مقتل البقرة، مما يعني وجود مخلوق آخر طليق. بدأ كاتر في مناقشة مصدر هذه المخلوقات وادعاءات بين حول المناظر التي رآها، معتقدا أن الإجابة على هذه الظاهرة موجود في الغابة. بينما كان كونور وستيفن يحرسان المخلوق الشبيه بالسلحفاة، توجه باقي أعضاء الفريق بالمشاعل نحوهم، مما أرعب المخلوق ودفعه للفرار نحو ظاهرة الشظايا المتوهجة في الهواء التي وجدها بين سابقا واختفى داخلها. حينها أدرك كاتر أنه عاد إلى موطنه من خلال هذه الظاهرة. في الصباح وصلت فرق من وزارة الداخلية العلمية والجنود إلى موقع الظاهرة وبدأوا في تأمين المنطقة. كان كونور يفحص الظاهرة التي سحبت قلمه المعدني إلى داخل الظاهرة، مما دفعه للاستنتاج أن هذه الظاهرة
قد تكون من خارج كوكب الأرض. كان كاتر وكلوديا يناقشان الكائنات التي رأوها ويصلان إلى استنتاج أنها قد تكون حيوانات من عصور ما قبل التاريخ. وفي نفس الوقت كونور يجري تجارب على المجال المغناطيسي للظاهرة، مكتشفا أنها قادرة على جذب الأجسام المعدنية بما في ذلك مفتاح باب منزله. وبينما كان كاتر يفكر في مصير هيلين واحتمال اختفائها داخل الظاهرة، كان يتساءل كيف يمكن تفسير عدم عودتها. لاحقا في وزارة الداخلية، كاتر وآبي يوقعان على قانون الأسرار في غرفة حراسة، بينما يصل مسؤول حكومي جيمس ليستر وهو متردد بشأن قيام كلوديا بإحضار المدنيين إليه. بالعودة إلى غابة دين، يتتبع ستيفن وكونور علامات المخلوق المفترس، ويجد علامات تشير إلى وجود حيوان كبير في المنطقة مؤخراً. في المكتب، كاتر وليستر يناقشان ظاهرة الشذوذ التي يعتقد كاتر أنها بوابة زمنية تربط بالماضي. يعلن كاتر عن نيته المرور عبر الشذوذ للبحث عن هيلين بأي ثمن. يفحص العلماء ريكس، وتنتقد آبي التعامل السيء مع ريكس الذي يهرب ويحدث فوضى في المبنى. تلاحقه آبي وكلوديا، وفي النهاية يعود ريكس إلى آبي، مما يظهر مهارتها في التعامل مع الحيوانات. يخبر ليستر كاتر أن ريكس هو حيوان منقرض، ويوافق على مهمة استكشاف عبر الشذوذ بقيادة كاتر، بشرط توقيع إخلاء المسؤولية لحماية الوزارة من الدعاوى القضائية. بالعودة للغابة، يحدد كونور المفترس حسب البصمة على أنه غورغونوبسيد، حيوان من العصر البرمي قوي ومميت. يتعين على ستيفن العثور عليه وتحييده بسرعة إذا كان لا يزال طليقا. لا يريد كونور أيضا الانضمام إلى ستيفن في العثور على غورغونوبسيد، لأنه يمتلك عقلا أكثر من قوته. ثم يذهب ستيفن عبر الغابة بمفرده للعثور على المخلوق. ستيفن يبحث عن غورغونوبسيد في الغابة، ويسمع زئيره قبل أن يتوجه إلى المدرسة، حيث يرى بين المخلوق من النافذة ويخبر معلمته، لكنها لا تصدقه. تفتح المعلمة الباب على الرغم من تحذير الصبي لتتفاجأ بالوحش. تغلق الباب ويحاول الوحش تحطيمه، لكن يصل ستيفن ويقذفه بالكرسي ليبدأ بمطاردته. يتمكن ستيفن من استخدام طفاية حريق لإبعاد المخلوق، ولكن يصدمه المخلوق أثناء هروبه ويفقد وعيه. يتجه كاتر مع الكابتن توم براين وريكس نحو أنومالي لبدء مهمتهم، حيث يظهران في صحراء العصر البرمي، ويصاب كاتر بالدهشة من مناظر ما قبل التاريخ. على الجانب الآخر، يدرك كونور أن الشذوذ يضعف بمجرد أن يسقط قلمه المعدني دون أن يتأثر بالمجال المغناطيسي. يطلب كاتر من رايان أن يمنحه ساعة واحدة بمفرده، فيما يتوجه كاتر إلى قمة تل وينادي اسم هيلين. بعد ذلك يأتي رايان ويكشف عن مخيم بشري، ويجدون بقايا طعام، مما يشير إلى وجود أشخاص آخرين قد عبروا الشذوذ. يعثر كاتر مع رايان على هيكل عظمي بشري وحقيبة كاميرا تحمل الأحرف HC. يعتقد رايان أنه يمكن أن يكون لهيلين، ويظهر أن الهيكل العظمي ينتمي إلى رجل. يصر كاتر على البقاء للبحث عن هيلين، لكن رايان يصر على العودة، ويضرب كاتر بضربة بمؤخرة مسدسه لإجباره على الرحيل. غورغونوبسيد هاجم الموقع مسببا حالة من الذعر، والجميع هرب إلى الغابة. تعثرت كلوديا وسقطت، فعاد كاتر ليساعدها. وصل ستيفن بسيارته وصدم المخلوق، وذهب للتأكد من سلامة كلوديا وكاتر. عاد المخلوق للنهوض، فألقى كاتر بندقية إلى ستيفن الذي أصابه على الفور. في اليوم التالي، أظهر ليستر لكاتر الصور من الكاميرا التي عاد بها من العصر البرمي، وكلها لهيلين. يعبر ليستر عن اعتقاده بوفاة هيلين، بينما كاتر وفريقه لا يشاركون اعتقاد ليستر، ويعتزمون مواصلة البحث والتحقيق في ظاهرة الشذوذ. في الليلة التالية، كاتر كان وحيدا في مكتبه بالجامعة. خرج لجلب فنجان قهوة، ورأى ظلا يتحرك في مكتبه. سمع صوتا يتجه للخارج ليرى هيلين واقفة في الشارع، لكنها اختفت قبل أن يصلها ما دفعه ليفكر في معنى هذه الظاهرة. في مترو لندن تأخرت الرحلة، وخلال انتظار الركاب اكتشفت امرأة عنكبوتا كبيرا من خلال النافذة، فأغلقتها بسرعة وقطعت إحدى ساقيه. في جامعة سنترال متروبوليتان، كونور يحكي لأصدقائه توم ودنكان عن عمله في فريق أبحاث الشذوذ ولقائه بغورغونوبسيد، ورغم إصراره على صحة ما يقوله، فإنهما لا يصدقانه. كاتر وستيفن يبحثان في أعمال هيلين كاتر بحثا عن إشارات للشذوذ، ورغم شك ستيفن في العثور على شيء جديد، يتذكر كاتر ليلة توغل الشذوذ الأول دون أن يخبره. كونور يكتشف شذوذا جديدا، ويطلب من آبي التعاون معه لإثبات أنفسهم أمام كاتر.
في وزارة الداخلية، ليستر وكلوديا يناقشان تكليف كاتر بقيادة فريق بحث الشذوذ، حيث يتردد ليستر في الموافقة، ولكن كلوديا تثق في قدراته. في الجامعة، يتناقش كاتر مع كلوديا حول اختفاء هيلين ونظرياتها، مع اعتقاد كاتر بأن هيلين قد تركته بسبب الشذوذ، في حين تحاول كلوديا تهدئته بشأن مصير هيلين. في الغابة الجديدة، آبي تنصب مخيما وتتحدث مع كونر، ويقترح أن يتجمعوا معا لمواجهة البرد، لكن آبي تطرح سؤالا شخصيا عن صديقه ستيفن، مما يؤدي إلى جدال بينهما حول احتمالية أن يكون ستيفن ليس سويا. النقاش يتصاعد حتى تغادر آبي بغضب، تاركة كونر يمضي الليل وحيدا في البرد. بالعودة إلى مكتب كاتر في الجامعة، يختلف كاتر مع كلوديا حول كيفية التعامل مع اكتشاف الشذوذ. يظهر ستيفن بعد ذلك ويخبرهم بأن آبي وكونر في منطقة غير معروفة للتحقيق في الشذوذ الجديد، مما يثير قلقهما ويصدمهما. في الغابة مع حلول الليل، يتربص مخلوق ويهاجم آبي وكونر، ويكتشفان أن توم ودنكان كانا يستخدمان مجسما للمزاح ويهربان عند وصول الشرطة. في أنفاق تحت الأرض، يشاهد مكافح الآفات حفرة في الجدار، وبينما يفحصها ينقض عليه عنكبوت عملاق من الأعلى. في اليوم التالي في نيو فورست، كاتر يعبر عن غضبه من كونر بسبب تهوره، ويخبره باستبعاده من الفريق بسبب إفشاء السر لأصدقائه. بينما كاتر يدرس إصابة العامل، يكتشف أنها لدغة حشرة، وتشير الطبيبة إلى أن السم كاد أن يقتله وليس الجرح نفسه. تتناقش كلوديا مع الطبيبة حول ادعاء العامل رؤية الوحوش قبل الهجوم عليه. كاتر وكلوديا يتجادلان مع ليستر حول إغلاق منطقة مترو الأنفاق بسبب توغل المخلوق الجديد، ويتم إقناع ليستر بإغلاق المنطقة المصابة فقط بدلاً من النظام بأكمله. في محطة أرسنال، كابتن رايان وجنوده يدخلون إلى مترو الأنفاق ويواجهون هجوماً مفاجئاً من عناكب عملاقة تسببت في فوضى وإصابات، مما دفعهم للانسحاب بسرعة. بعد تعرضهم لهجوم العناكب العملاقة، يتناقش كاتر وستيفن وكلوديا مع الكابتن رايان التهديد المتزايد، ويتوجهون إلى مترو الأنفاق لمواجهة الشذوذ الجديد الذي يعتقد كاتر أنه من العصر الكربوني. بعد استعدادهم خارج محطة أرسنال، عرض الكابتن رايان مسدساً على كاتر لمواجهة المخلوقات، لكن كاتر طلب استخدام المصابيح بدلاً من ذلك. كاتر وستيفن وآبي يتجهون إلى الملجأ بالمصابيح، حيث يواجهون عناكباً عملاقة تهرب من الضوء. بعدها يكتشفون شذوذاً في الداخل، وفجأة يتعرضون لهجوم من حريش عملاق. يتعاملون مع هجوم الحريش في الملجأ، حيث يحاول ستيفن إبعاده بحاوية البنزين. ينجح كاتر في جذب انتباه الحريش بالصفير، مما يسمح لهم بالفرار إلى النفق، ويجد نفسه محاصراً معه داخل الملجأ. وفجأة يشاهد هيلين تركض في النفق. كلوديا تحاول بلا جدوى الاتصال بكاتر، بينما يصر ستيفن على النزول لإنقاذه رغم معارضتها، مما يدفعها للمطالبة بمزيد من المعلومات حول المخلوق واقتراح استدعاء كونر للمساعدة، فيما يتخذ ستيفن خطوة للنزول بينما تشاهده آبي بدهشة. ستيفن يبحث عن كاتر في نفق قديم ومحطة مهجورة، ويستخدم قاذف اللهب لصد العناكب والحريش، لكن يسحب الشذوذ القاذف من يده ويهاجمه المخلوق. يرى ستيفن هيلين ويطلب مساعدتها. عثر كاتر على ستيفن مصابا ومسموما، يساعد ستيفن على الخروج من النفق. خلال الطريق يكشف ستيفن لكاتر أنه رأى هيلين على قيد الحياة، وأنها تنتظره عبر الشذوذ. يصل الكابتن رايان وجنوده لمساعدة الاثنين على الخروج من النفق. يتم نقل ستيفن بواسطة سيارة الإسعاف بينما يتألم من لدغة الحريش. يوضح كونر أن العناكب هي المسبب الفعلي للسموم وليس الحريش. كلوديا تنزعج من عدم دقة كونر في التشخيص، بينما يحمل ستيفن في سيارة الإسعاف يغازل آبي، ويقترح الخروج معا لتناول العشاء. في المستشفى تطلب الطبيبة عينة من السم لحقنه بالترياق المناسب، وآبي تذهب للحصول على عينة من السم لإنقاذه، بينما الكابتن رايان يطارد العناكب العملاقة في الملجأ تحت الأرض. يتناقش الفريق كيفية الحصول على عينة من سم الحريش. كاتر يقترح الحصول على العينة من خلال محاولة إجبار الحريش بعضه للحصول على السم. كاتر وآبي وكلوديا يلتقون رايان في المخبأ تحت الأرض، بينما يكتشفون وجود الحريش في المخبأ. يقررون الذهاب لجمع عينة من سمه. كاتر ورايان وكونر يصعدون عبر الدرج الضيق إلى منطقة كهربائية كبيرة تحت الأرض، حيث يواجهون هجوما من الحريش وينجحون في الحصول على عينة من سمه، ويتم قتل المخلوق بصعاقه بالكهرباء. في المستشفى
تزور كلوديا ستيفن الذي تعافى من السم وتسأله عن رؤيته لهيلين، لكن ستيفن لا يتذكر شيئا ولا حتى موضوع العشاء مع آبي. في مترو الأنفاق يعترف كاتر بمهارة كونر ويقف أمام الشذوذ ويتساءل عن مكان هيلين وما الذي تريده. في معهد كريستال بالاس للغوص يقفز أنتوني بارتون في المسبح ويظهر زاحف بحري عملاق ويبتلعه بالكامل. وعند عودة صديقته ديان جونسون تجد أنتوني مفقودا وترى الزاحف العملاق يصطدم بزجاج المسبح مما يثير ذعرها. في اجتماع وزارة الداخلية يناقش كاتر وكلوديا وليستر تقريرا مباشرا من كونر حول شذوذ ثابت في مترو أنفاق لندن، حيث يقترح كاتر أن الشذوذات تتلاشى مؤقتا ولا تختفي تماما، ويعلن ليستر عن توغل جديد محتمل للشذوذ. في المستشفى يناقش كونر وستيفن فقدان ذاكرة ستيفن المؤقت وتجربة اقترابه من الموت، وعند مغادرة ستيفن تعرض عليه آبي توصيله، لكنه يرفض لأن صديقته أليسون ستأخذه، مما يصدم كونر ويزعج آبي. في مسبح كريستال بالاس تحقق الشرطة في حادثة اختفاء أنتوني كجريمة قتل، بينما يجادل كاتر وكلوديا بأن القاتل كان زاحفا بحريا من عصور ما قبل التاريخ. يناقش كاتر كلوديا براءة ديان المصابة بالصدمة ويؤكد على ضرورة عدم اتهامها ظلما. يناقش آبي وكونر وستيفن غزو المخلوق مفترضين أنه هرب عبر الشذوذ بعد قتل أنتوني بسبب وجود الكلورين في مياه المسبح. في وزارة الداخلية تتجادل كلوديا مع ليستر حول اتهام الشرطة لديان بوفاة أنتوني بارتون، لكن يرفض ليستر التدخل لتبرئة ديان، مبررا أن سجنها يمنع كشف حقيقة الحادث والتسبب في فوضى. ويعد ليستر بإسقاط التهم بعد السيطرة على أزمة الشذوذ، لكن كلوديا تعارض ذلك بسبب طول المدة المحتملة. يستمتع الناس بالتجديف في البحيرة، لكن الزواحف البحرية العملاقة تكمن تحت المياه، ويرتعب المتواجدين عندما تطفو كتلة من العظام واللحم المهضوم إلى السطح. لاحقا في وزارة الداخلية يتناقش كاتر وليستر وكلوديا، حيث تؤكد كلوديا أن اختبارات الحمض النووي لكتلة اللحم تثبت أنها بقايا أنتوني بارتون. كاتر يهتم أكثر بكيفية ظهور بقايا أنتوني في البحيرة على بعد 20 ميلا من مكان الحادث. يقترح ليستر أن ديان جونسون ربما تكون القاتلة وألقت البقايا في البحيرة، لكن كاتر يرفض ذلك ويفترض أن المخلوق قد يكون نفسه في حوض السباحة والبحيرة، مشيرا إلى أن الجانب الآخر من الشذوذ قد يكون ثابتا في الماضي بينما يتنقل في الحاضر، مما يعني أن الشذوذات يمكن أن تتحرك. كاتر يستكشف البحيرة بزورق آلي مع كلوديا والكابتن رايان، يحللون المياه ويبحثون عن المخلوق، ويكتشفون انخفاضا في مستوى المياه يشير إلى أن الشذوذ ما زال مفتوحا، حيث تتربص الزواحف البحرية العملاقة في أعماق البحيرة. كاتر يفكر في هيلين بصمت عند ضفة البحيرة. تأتي كلوديا وتقدم له القهوة. يرى كاتر بخارا يتصاعد ويفترض أن الشذوذ يسخن الماء، مما يدفع الفريق لإعداد مهمة غوص جديدة. كونر وآبي يحللان المياه، ينبههما صوت الإوز لوجود شيء مخيف، ويقترب المخلوق من آبي. في العمق كاتر والقوات الخاصة يتجهون نحو الشذوذ. كونر وآبي يهربان من المخلوق إلى الشاطئ، لكنه يلاحقهما ويهاجمهما على الأرض. يحاصران أمام سياج معدني، يستخدم كونر مجذافا لصد هجمات المخلوق، ويتمكن من إصابته بشدة قبل أن يهرب إلى البحيرة. بينما يراقب كاتر يعود المخلوق المصاب عبر الشذوذ، وينهار الشذوذ ويغلق أمامه، بينما يعتني مسعفو القوات الخاصة بآبي. يعرف كونر المخلوق كموساسور من العصر الطباشيري. تصل كلوديا وتشاهد الوضع، بينما يشرح كاتر لها ما حدث للغواص الذي اختفى عبر الشذوذ. آبي تأتي وتشكر كونر على إنقاذها. كاتر يشرح نظريته حول نقل الشذوذ من حمام السباحة إلى البحيرة عبر خط الصدع الزلزالي. يشكك ليستر في هذه النظرية ويعتبر الأمر صدفة. كاتر يحذر من إمكانية عودة الشذوذ ويوصي بتأمين المسطحات المائية بالقرب من البحيرة، مما يعارضه ليستر بسبب الضجة الإعلامية المحتملة. تواجه جين ديكستر تسربا للمياه في قبو منزلها، حيث يتسبب الماء في تعطيل المقابس الكهربائية. في جامعة سنترال متروبوليتان يبحث كونر في قاعدة بيانات موساسور الخاصة به. عندما وصل توم مع دنكان ورأوا ما كان يفعله، أغلق كونر بسرعة قاعدة البيانات وغادر. توم ودنكان شعروا بالفضول وأنهم بحاجة لمتابعة كونر عن كثب. ستيفن تفاجأ عندما رأى صورا على شاشة الكمبيوتر تظهر موقع أنومالي وأرثروبلورا في مترو أنفاق لندن، مما أعاد له ذكريات التقائه بهيلين.
عندما التقى بكاتر كشف له عن استعادته لذكريات رؤيته لهيلين. كاتر وستيفن دخلا في نقاش حاد حول سبب إخفاء كاتر أن هيلين على قيد الحياة. كاتر ادعى أنه لم يخبر أحداً لأن هيلين أصبحت أقسى وأكثر إهمالاً، بينما كان ستيفن يؤمن بأن لها أسبابها. لكن كاتر يريد معرفة الحقيقة بشكل شخصي، ووافق ستيفن على عدم إخبار الآخرين عن هيلين. بينما جين والسباك يتعاملان مع تسرب المياه في القبو، يتعرض السباك لهجوم غير متوقع من هيسبيرورنس، مما يؤدي إلى حالة من الفزع والصراخ من قبل جين. في وزارة الداخلية، ليستر وكلوديا يناقشان تفاصيل هجوم المخلوق في القبو، حيث كان ليستر يشك في صحة التقرير. وصل الكابتن رايان وفريقه لتأمين الموقع، وبينما كانوا في منزل ديكستر، لاحظ الكابتن رايان منديلاً مع اسم HC عليه، مما دفعه لإجراء مكالمة فورا. في الوزارة، تلقت كلوديا مكالمة تفيد بظهور جثة الغواص، مما أدى إلى إزعاج ليستر بشدة بسبب التطورات الجديدة. كلوديا تصل إلى منزل ديكستر، حيث يرحب بها الكابتن رايان، وتكتشف كلوديا منديلاً يحمل الأحرف الأولى HC، مما يثير صدمتها. في القبو، تشاهد كلوديا كاتر وستيفن، ثم تكشف لكاتر عن المنديل. تواجه كلوديا كاتر وتطالبه بتوضيح سبب كذبه عليها وعلى الفريق بشأن هيلين. كاتر يحاول تبرير أفعاله بالصدمة التي شعر بها عندما علم أن هيلين لا تزال على قيد الحياة، لكن كلوديا تصر على أن هذا لا يبرر سلوكه الأناني، وتهدده بطرده من الفريق. خارج المنزل، يعمل ستيفن وآبي على تفريغ المعدات دون أن يتبادلا أي كلمة. يخبر ستيفن آبي عن عودة جزئية لذكرياته وكيف تعرض للتسمم، ويحاول ستيفن أن يشرح لآبي سبب طلبه منها الخروج معه، لكن آبي ما زالت مستاءة لأنه خانها مع أليسون. يصل ليستر لمنزل ديكستر، ويكشف للفريق أن هيلين تعيش على الجانب الآخر من الشذوذ، ويطالب كاتر بالمرور عبر الشذوذ للبحث عنها، مع تهديده بالإبعاد إذا رفض المشاركة. كلوديا مترددة في ثقتها بكاتر، لكن ليستر يشير إلى ولاء كاتر للفريق. كاتر يتجه إلى الشذوذ بمعداته ويسبح عبره ليصل إلى العصر الطباشيري، حيث يواجه قطيعاً من هيسبيرورنس ويصل إلى الشاطئ. يترك معداته ويبحث عن هيلين، ويجدها تسبح في حوض. هيلين سعيدة برؤية كاتر، لكن كاتر غاضب لأنها تركته يعتقد أنها ماتت طوال السنوات ال8. تكشف هيلين أنها لم تعد لأنها أرادت متابعة بحثها دون تدخله. يطالب كاتر بمعرفة سبب اتصالها به الآن، فتبتسم هيلين له بشكل مفاجئ. يتحقق ستيفن من مدة وجود كاتر تحت الماء، ويجد أنها كانت أقل من 92 دقيقة. تقود كلوديا فريقاً من الغواصين إلى المنزل، ولا تلتفت إلى أسئلة ستيفن حول السبب، وتغلق الأبواب في وجوههم جميعاً. في العصر الطباشيري، تعد هيلين كاتر بالإجابة على أسئلته إذا انضم إليها في رحلاتها عبر الشذوذات. يشعر كاتر بالاشمئزاز من فكرة تركه كل شيء في الحاضر، ويرفض عرض هيلين ويطلب منها العودة معه إلى الوقت الحاضر. تصاب هيلين بالصدمة والاستياء، ويغادر كاتر ويترك هيلين وحيدة ومنزعجة على الشاطئ. كاتر يسبح عائدا إلى الشذوذ، لكنه يواجه موزاسور عملاقا يمر فوقه، مما يتركه في حالة صدمة. يظهر موزاسور أصغر ويهاجم كاتر. يطلق كاتر النار من مسدس الحربة، ويصيب موزاسور مؤقتا، لكنه يعود ويدمر خزان الهواء الخاص بكاتر. كاتر يتخلص من خزان الأكسجين ويحاول مجددا الوصول إلى الشذوذ. يظهر موزاسور ليشن هجوما نهائيا، وكاد أن يلتهم كاتر، لكن يظهر المخلوق الأكبر ويلتهم موزاسور الأصغر. في منزل ديكستر، آبي تشعر بالقلق وتحذر ستيفن أن الهواء قد يكون قد نفد من كاتر، ويقومون بسحب جسده من الماء عبر الشذوذ من خليج العصر الطباشيري، ويبدأون بمحاولات إنعاشه. وتقوم كلوديا بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لكاتر. في الوقت الذي تم فيه إخراج كاتر، تساءلت كلوديا عن حالة هيلين في الشذوذ، وأكد كاتر أنها بالفعل هناك. طلب رايان من القوات الخاصة النزول إلى الطابق السفلي. حاول كاتر الخروج ليتحدث إلى كلوديا، لكن تدخل الجنود وأمروه بالبقاء في المكان مهددينه بالأسلحة. ورأى القوات الخاصة يخرجون من المنزل مع هيلين، وأجبرت هيلين بالقوة على الركوب في سيارة مع الجنود. وانطلق ليستر وكلوديا مع هيلين الأسيرة، تاركين كاتر مصدوما وغاضبا في سيارة الإسعاف. Tell Parasite and Thomas to bait.